بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي في قناتكم اطبخ وتعلم مع مينو بسملة. Cook and learn with مينو بسملة. عدنا والعود أحمد. عدت لكم البنات اليوم بعد فترة من عدة أيام. الحمد لله لكل وحدة سقسات عليا. نشكركم جزيل الشكر. أنا في التشافي كما يقول لك والتعافي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل كذلك دعواتكم النابعة من القلب. نقول لكم حبيباتي وغالياتي، فعلا أحسست أنكم أسرة، كنتم أسرة تقسوا عليا مغبونين مني كما يقول لك. الحمد لله الحمد لله. جيتكم اليوم البنات بوصفة الأرز درت لكم على شكل قراطة في الفرن. صدقوني حبيباتي أروع وصفة أرز رايحين تديروها في حياتكم على شكل قراطة، يجي مزربع ومفركت كما يقول لك على حب. نقولوا بسم الله على بركة الله. أول حاجة هنا عدت لكم الأرز البنات. شنو هذاك الأرز؟ بسمتي لكن يجي موزون في الأكياس، السعر تاعو ماهوش باهظ. 27,000. فوالا. رايحة نبدي منه 2 سعر السعة عفوا الكأس 250 مليلتر. شويه الهضره راهي تالفت لي تالمو عندي بزاف ما درتلكمش المونتاج. صار لي كيما نقعدوا بزاف ندور عطله حنا الاساتذه بعد ندخلوا نكتبوا ولا نشرحوا. ديت 2 كؤوس. شلوها البنات 4 مرات في الماء. شوفوا الماء كيفاش يكون أول مرة، بعد 4 مرات شوفوا البنات الماء يولي لنا صافي. نوريكم كما تعرفوا اختكم مينو بسمالة تبغي دائما تعطي لكم الوصفة بالتفصيل الممل. حطيت لهنايا القدر تاعي ولا كسرونه ولا عفسه هكذا. حطيت فيها ماء بدرجة الغليان، رايحة نضيف عليه ورق رند، ملح، فلفل أسود والكركم. تقدروا ديروا الزعفران البنات، أنا نخدم بالكركم صحي. نحط هذاك الأرز كامل. إلا بغيتوا الأرز تاعكم يجيكم مزرب على حبة ما ديروش مباشرة من الكيس، هذه عن تجربة البنات. صدقوني البنات دي الوصفة من نهار اللي جربتها مانيش نستغنى عليها بتاتا بتاتا. وعندي أكثر من 7 ولا 8 سنوات فقط البنات. أنا في الوصفة تاعي الأصلية اللي كنت نديرها في المنزل تاعي كنت نضيف لها قطع تاع البطاطا، بطاطا مقلية هكا دي بتي كاغو. فاني كي تجي رائعة رائعة. أنا ما كانش متواجدة عندي، درت لكم الفيديو هذا بلا بها. من جهة أخرى في مقلاة نديرو حبة تاع بصل مع 2 سنات ثوم، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا تاع مارغرين، و2 ملاعق زيت، نخلوهم يتقلاو بجهة. من جهة أخرى حكمت 2 شرائح إسكالوب. البنات أنا اليوم كان عندي الإسكالوب بصح ما نديرهاش بالإسكالوب. أنا ندير الوصفة هذه نديرها بنصف صدر دجاج. جربوها تشوف بنصف صدر دجاج. راكم عارفين الدجاج يجي بنين على الإسكالوب، عاد بلا إسكالوب وجاتني بنتها رائعة. فما بالك فما بالك صدر الدجاج. هكذا البنات. من جهة كان الأرز تاعي غلالي، صفيته هكذا في الكسكاس ومباشرة وهو ساخن نضيف عليه ملعقة صغيرة ولا نصف ملعقة كبيرة تاع مارغرين ونبقى نخلط. وهذا هو السر الثاني حبيبتي صدقوني. هذيك الشوية اللي دوها تاع المارغرين تخلي لكم الخليط تاعكم كما حنا نقولوا يجي على حبة. رحت دروك المقلاة تاعي، صبت هذاك البصل مع الثوم تقلاو لي جيدا، ضفت عليهم شريحتين هذوك صغار البنات، الكاميرا برك مكبرتهم، درت 2 شرائح صغار تاع اسكالوب وقلوهم السر كامل راه في البنه تاع التقليه البنات. وضفت الطماطم. شوفوا البنات كانت عندي نصف حبه طماطم في الثلاجه وكانت عندي طماطم داير انا البنات انا قلت لكم بلي نخدمها في المنزل ونديرها في علب هكذا، دي بوطه ياغورت ولا يعني يعني كي تشوفوا هذا تقولوا لي كاينه واحده حمراء وواحده كلاغ، وواحده تاع مجمد وواحده تاع طماطم ربيتها. ضيفوا كذلك ملعقه صغيره طماطم مصبره مع اضافه قلت لكم الورقه تاع الرند ولا الزعتره بودغ. انا كانت عندي زعتره بودغ، تقدروا ديروا الزعتره اللي تجي هكذا على شكل اعواد. ضفت الزيتون كنت غليته في الماء، وانا نغليه في الماء وشويه تاع سكر البنات، ملعقه صغيره هكذا تاع سكر شدير لنا تقلع عنا هذيك الملوحيه تاعو. اوكي. 2 مرات نغليه. وضفت حبه تاع جزر، ربيتها هكذا. الجزر البنات تقلع عنا لاسيديتي تاع الطماطم المصبره. الا راكم ملاحظيني ندير نخدم بها، نخدم بزاف بالجزر ربي. بالنسبه لي زيبيس ديروا ملح، فلفل اسود، وتوابل تاع الشاورما ولا توابل تاع الدجاج. انا شوفوا البنات كي نخدم بالسكالوب دائما نفضل انني ندير توابل الشاورما. وغطيتها هكذا وخليتها حتى تجمرت مليح مليح مليح، 1 دقيقتين ولا 3 دقائق البنات على نار متوسطه.
هكذا حبيباتي، هنايا واش رايحة نضيف؟ رايحة نمرق، ندير الكأس الأول، الكأس الثاني، ونصف كأس، يعني كأسين ونصف ماء. ليه البنات مرقنا بزوج كؤوس ونصف ماء؟ لأنني أنا ما نحبش الأرز يجيني ناشف تماما في الفرن، نبغيه يجي هكذا كيما حنا نقولوا فيه القليل من الصلصة. واللي تحبوا يجي ناشف دير كأسين فقط، تستغنى على نصف كأس. أوكي، شوفوا حبيباتي، بعد ما هز لي الغلية خليته غلا واحد الدقيقة ولا، طفيت عليه ورجعت جبت البلاط تاعي اللي يدخل للفرن، دهنته كامل بالمارغرين. وهذاك الأرز البنات قسموه إلى قسمين. شوفوا حبيباتي، درت القسم الأول كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. كنتوا بزاف طلبتوا مني في التعليقات، قلتوا لي قوينا بزاف من الوصفات السهلة والسريعة، قلتوا لي تاع الفطور ولا العشاء ولا، قلت رايحة نبازيكم عليهم البنات. ومين ذاك هكا ندخل لكم شوية باتيسيري، على بالي بلي توحشتوا الباتيسيري تاع مينو بسملة. صدقوني اشتقت إليكم كثيرا كثيرا. إذا نحط نصف كمية الأرز ثم نصف كمية المرقة، ونغلقه بنصف كمية أو الكمية المتبقية من الأرز. بهذه الطريقة البنات، هذه الطريقة البنات، هكذا وهكذا. صدقوني هو أصلا البنات هذا الأرز تاع بسمتي يجينا كيما حنا نقولوا يجي أحسن من هذاك المفور. تقدروا تخدموا بالمفور، وماهوش غالي البنات، 27,000 يعني، ويجي زاكي. زوج كؤوس شفتوا شحال دارت لي بلا فيه ما فيه. انا دائما كي ندير هكذا تعرفوا باللي عشاء وفطور، سورتو كي نكون خدامه. هنا يا حبيباتي كملت هذاك المرق المتبقي بهذه الطريقه، هكذا هكذا. وبالنسبه للاضافه البنات اللي دائما نضيفها هنايا هي الجبن. شوفوا حبيباتي، والله ما هي بيبليسيتي، والله ما نعرف ذا والد كامل، بصح صدقوني من اروع الاجبان اللي جربتهم. تقدروا تقولوا كاع الاجبان، من البريزيدون للتارتينو لا، كاع البنات اي حاجه تخرج سموها جبن طاري راني مجربتها. بصح جبن وليد لا يعلى عليه. درت دي بتي مغصو هكذا من الفوق جبن طاري. الا ما عندكمش الجبن البنات تستغناو على هذه المرحله، ولكن تعطيكم ندير واحد البنه، جبنه مخلط بالصلصه بالزيتون بالجزر، يعني بنه رائعه. دائما البنات نقول لكم على الجبن المستعمل، انا نستعمل الفيت في ونستعمل النابولي، بصح كثر نستعمل الفيت في. شوفوا حبيباتي كتدبيره فقط، بما انه الشيدار غلا الثمن تاعو، دونك واش ديروا؟ رابيو هذاك الجبن تاعكم سواء النابولي ولا اللي يكون عندكم هكذا من الفوق، وديروا لي رشه خفيفه، شوفوا البنات خفيفه فقط تاع شيدار، باش كما حنا نقولوا دير لنا هذاك اللون. شعلت الفرن تاعي على درجه من الاعلى ومن الاسفل، وراني واقفه كما يقول لك عند الفرن. وشوفوا لي حبيباتي يا جمال يا حركات يا تكاتو، على بالي بلي توحشتوني نقول لكم هذه الجمله. جاء من اروع ما يكون شكلا وذوقا وكل شيء. أني عارف البنات إلا جربتوه رايحين تدعوا لي دعوة الخير. صدقوني البنات الوصفة عندي أكثر من 8 سنوات معتمدتها، ونزيد معاها دي بتي مغصو تاع البطاطا. جربوها البنات ورجعوا لي الخبر. كانت موجودة قلت لكم اون 2016 في الجروب تاع ايشونج دو روسيت افيك تاع حبيبة، ربي يعطي لها الخير، وتعلمت منها بزاف بزاف. إذا عجبتكم الوصفة ما تبخلونيش بالجيم في انتظار الوصفات القادمة. سلام.